إحدى القصص الحقيقية المشوقة والغامضة التي وقعت في العالم هي قصة الجثة المجهولة في النهر. في عام 1957 تم العثور على جثة امرأة شابة في نهر تمز في بريطانيا، وكانت الجثة في حالة سيئة، حيث تم إخفاء هويتها بشكل جيد، وكانت قد تعرضت للاعتداء والقتل بطريقة مروعة. ومنذ ذلك الحين قامت الشرطة بمحاولة الكشف عن هوية الجثة لمدة عقود، حيث تم فتح عدة تحقيقات وإصدار عدة تقارير وصور للجثة على مستوى العالم، ولكن لم يتم التعرف عليها بشكل نهائي. وفي عام 2019 حاول باحثون جامعيون إعادة فتح التحقيق في الجثة المجهولة، وقاموا بتحليل الحمض النووي للجثة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد هويتها، وقد وجدوا بعض المؤشرات التي تشير إلى أنها قد تكون من أحد الدول الشرقية الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بقصة الجثة المجهولة في النهر، حيث تبقى هويتها مجهولة لحد الآن. وتظل هذه القصة مثيرة للاهتمام والغموض، حيث قد يتم الكشف عن هويتها في يوم ما بواسطة التكنولوجيا والعلوم الجنائية المتطورة.